السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المدارس على الابواب وعملنا مع بعض الفينو بعجينه اقتصاديه وبسيطه وكان طالع تحفه. ان شاء الله النهارده نعمل الكايزر بعجينه بسيطه جدا، بدون بيض بدون حليب بدون زبده، وبيطلع النتيجه تحفه زي ما احنا شايفين كده. شايفين هش ازاي وخفيف، مش مكتوم خالص. كمان الناس اللي مش بتحب ان هي تدهن الوش بالبيض او بصفار البيض، النهارده هندهنه بطريقتين، والطريقتين احلى من بعض. شايفين لونه طالع عامل ازاي؟ تحفه. وان شاء الله اقول لكم كل الاسرار اللي تنجح معاكم الكايزر. كمان من نص كيلو دقيق هنطلع 16 واحده من الكايزر. يلا بينا نشوف الطريقه والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله لكم المقادير بالكوبايه وبالجرام، وهسيبها لكم مكتوبه في اخر الفيديو. معايا اول حاجه كوبايه من الميه الدافيه، يعني 200 مللي. حجم الكوبايه اللي انا مستخدماها 200 مللي. تقدري تستخدمي اي كوبايه شاي عندك وزنها 200 مللي. لو عايزه تستبدلي الميه بالحليب زي ما انت حابه. اهم حاجه الميه او الحليب لازم يكونوا دافيين عشان الخميره تنشط معاكم. بعد كده حطيت معلقه كبيره من الخميره البيره دي بتاعه الافران، يعني 12 جرام. لو ما عندكيش يبقى استخدمي الخميره الفوريه، معلقه كبيره وزنها 12 جرام. بعد كده حطيت 3 معالق كبار من السكر حبيبات، يعني 40 جرام. بقلب بقى كده كويس جدا لحد ما السكر والخميره يدوبوا. لو انت مش واثقه في الخميره بتاعتك، بعد ما تقلبي السكر والخميره والميه، غطيها بكيس وعليها فوطه واركنيها كده على الرخامه لحد ما تنشط معاكم وتلاقوا ان هي عملت كده فقاقيع من فوق، يبقى هي كده شغاله. انا عشان واثقه في الخميره فاشتغلت بيها على طول. بعد كده حطيت نص كيلو من الدقيق، ده دقيق جميع الاغراض، يعني 4 كوبايات من الكوبايه المعياريه، وطبعا نكون داخلينه. ولو عايزين تستخدموا دقيق مخبوزات زي ما انتوا حابين، بس انا مستخدمه دقيق لجميع الاغراض وجايباه سايب من عند العطار. بعد كده قلبت بقى المكونات كويس جدا. حسيت كده ان الدقيق معايا العجينه ما لمتش، فمعايا نص كوبايه من الميه الدافيه، وابتدي ان انا انزل بيها شويه شويه. انا نسيت احط الملح فحطيته دلوقتي، عادي جدا ما يجراش اي حاجه. لو انت ما نسيتوش بقى كده زي وانت شطوره، حطيه مع الدقيق في الاول. بعد كده معايا بقى نص كوبايه ميه دافيه. بصوا انا بنزل بيها شويه شويه، لان ده بيكون على حسب نوع الدقيق. في دقيق بيشرب سوائل ودقيق ما بيشربش. هي خدت معايا الكوبايه ونص كلهم. بصوا بعجن كويس جدا. اهم حاجه بقى كده نعجنها لمده 5 دقايق. بعد ال5 دقايق معايا ربع كوبايه من الزيت، يعني 50 ملي. نزلت بكل الكميه ما عدا معلقه، اقول لكم هنعمل بيها ايه. بعد ما تحطوا الزيت وهتيجوا تعجنوا، هتلاقوا كده العجينه منحكشه وعماله تقطع ومش بتلم معاكوا. ما تخافوش، ده طبيعي. مع العجن هتلاقوا العجينه شربت الزيت وبقت زي الفل. في الاول كده هتلاقوا العجينه بتقطع وشكلها مش حلو معاكوا. حطوها بقى على الرخامه وعجنوها كده لمده 10 دقايق، ولو عندك عجينه اعمليها في العجين. بعد ال10 دقايق هتلاقوا العجينه نعمت معاكوا وبقت طريه وتحفه. العجينه بتاعه الكايزر لازم تكون طريه، لكن في نفس الوقت مش بتلزع، عشان الكايزر يطلع معاكوا كده هش وناعم. طب لو انت بتعجني العجينه ولقيتيها ناشفه معاكي، زودي ميه. لو لقيتي الميه زادت منك قوي، زودي دقيق، يعني ما فيهوش اي حاجه تخوف. بعد ما عجنتها كده بحطها بقى في طبق وبغطيها بكيس تلاجة او اي كيس عندك، وعليه فوطه، وبسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر، على حسب بقى الجو عندكم وعلى قد ما تاخد وقت. بعد ساعه ما شاء الله العجينه خمرت وتضاعف حجمها تحفه. طبعا على حسب الجو عندكم، لو انت عامله العجينه في الشتاء بتاخد وقت اكتر. هبتدي كده ان انا اخرج منها الهواء والم العجينه. انا مش بعجنها ولا اي حاجه، بس انا بخرج منها الهواء. شايفين ما شاء الله العجينه ناعمه وملمسها ناعم وطريه، وفي نفس الوقت مش بتلزق. عجينه بجد ممتازه. بعد كده هبتدي ان انا اقسم العجينه. انا هعمل حجم الرغيف 50 جرام. عايزه تعملي 60 جرام زي ما انتوا حابين، بس 50 جرام كان حجمه مظبوط جدا. هيطلعوا معايا 16 واحده من الكايزر. ولو ما عندكيش ميزان، انت قسميهم ل 16 قطعه متساويين. لو لقيتي حته كبيره عن حته، بتاخدي بقى من الكبير للصغير. بعد ما قسمتهم كده 16 قطعة، بحطهم على الرخامة وبغطيهم بكيس وعليه فوطة عشان الوش ما يعملش قشرة. بعد ما قطعت العجينة هبتدي ان انا اشتغل بيها على طول. ودي معلقة الزيت اللي شلناها مع بعض في اول الفيديو. خدت كده شوية من الزيت، مسحت بيهم ايديا، وباخد كورة كده، اول كورة، وهبتدي ان انا افردها، بخرج منها الهواء وبقفلها بالشكل ده زي البوجة بالظبط. اهم حاجة بنخرج منها الهواء كويس جدا وبنقفل عليها كويس جدا. بعد كده بنكورها عشان السطح بتاعها كده يكون ناعم، وهي كده جاهزة معانا. يعني تشكيل الكايزر عايزة اقولكوا سهل جدا. اهم حاجة نتأكد ان هي مقفولة من تحت. بعد كده لو انت عايزة لا، لو انت عايزة تحطي سمسم، تقدري بقى اللي انت تحطي سمسم. طبعا احنا دهنين وشها بالزيت لما كورناها، فالسمسم هيلزق على طول. مش عايزة سمسم، سيبيها من غير سمسم. حضرت بقى صينية ومسحتها مسحة بسيطة من الزيت، وهبتدي ان انا احطها كده.
ده كده اول صينيه ان انا دهنتها بالزيت بايديا وشكلتها زي ما احنا ما شفنا. الطريقه التانية انا مش دهنه ايدي زيت ولا اي حاجه، وهعمل نفس الطريقه. باخد كده كوره من العجين وابتدي ان انا اقفلها على بعض كده كويس زي البقجه ونخرج منها الهواء. اهم حاجه نقفلها من تحت كويس جدا عشان ما تفتحش معانا في الفرن. يعني الكايزر من الحاجات السهله جدا، بصوا لازم نقفلها كويس جدا. بعد كده حضرت صاج برضو دهناه بدهنه بسيطه من الزيت، وهبتدي ان انا احط واخلص كل الكميه بنفس الطريقه. ده كده اللي دهنينه زيت وده اللي مش دهنينه اي حاجه. بعد ما بخلص كل كميه الكايزر انا بخمره ازاي؟ بدخله فرن مطفي وبقفل عليه باب الفرن وبسيبه لحد ما يخمر، يعني تقريبا نص ساعه وبيكون خمر وزاد حجمه زي ما احنا شايفين كده. لو انتي مش عايزه تدخليه الفرن، بس انا باكد عليكم يا جماعه انا بخمره في فرن مطفي. او الفرن مش فاضي بتعملي فيه اكل ولا حاجه، غطيهم بفوطه وسيبيهم لحد ما يخمروا. وده الصاج اللي احنا ما دهناش وشه زيت واحنا شغالين. دي الطريقه التانية اللي احنا بنديله بخاخه ميه، يعني كل 3 وحدات كده بنديها بخاخه ميه. بنحط شويه من السمسم وبنضغط كده ضغطه خفيفه عشان السمسم يمسك معاه. لكن الصينيه التانية اللي احنا دهناها بالزيت انا مش هبخها ميه ولا اي حاجه. بنكون بقى مشغلين فرن سخن على درجة حرارة 200، بندخله الشبكة اللي في النص. أول ما بياخد لون دهبي حلو تقريبا خد من 10 ل12 دقيقة، هنطفي الفرن ونشغل الشواية. أهم حاجة هو تحت الشواية نفضل نلف الصاج كل شوية علشان ياخد اللون التحفة ده. أول ما بيطلع من الفرن وهو سخن هنديله بخاخة مية وبنغطيه كده بالفوطة لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة علشان الوش بتاعه يطرى، وأوريهولكوا دلوقتي. بعد ال10 دقايق او ربع ساعة ده كده بيكون شكل الكايزر. عايزة اقولكم ان هو ما بيطلع من الفرن بيكون وش بتاعه ناشف. اول ما بتديله بخاخة ميه وتغطوه فوطة وتسيبوه وشه هيطرى على طول. لو لقيتوا اي حاجة كده لازقة سلكوها تطلع معاكم بكل سهولة. ما شاء الله لونه تحفة. بصوا اسفنجي وخفيف وهش. ده الصاج اللي احنا اديناله بخاخة ميه، ودي الصينية اللي احنا دهناها بالزيت واحنا شغالين. الاتنين مديني نفس النتيجة في اللون. الطريقة اللي انت حابة وتستسهليها اعمليها. ما شاء الله الرغيف عايزه لكم خفيف جدا. بصوا عامل ازاي، شايفين؟ هش. لو كان بقى مكتوم او معجن كنا لو ضغطنا عليه مش هيرجع يرد كده معانا. ولونه تحفه. عايزه اقول لكم بس اللمعه اللي فيه دي انا دهنته كده فرشه بمسحه كده من الزيت علشان يديله اللمعه دي. طبعا هي خطوه اختياريه مش اساسيه خالص، زي ما عملنا بالظبط في الفينو، هو بس للشكل. بصوا بقى من جوه عامل ازاي، لونه ابيض والفراغات بتاعته كده مش واسعه ولا اي حاجه، ضيقه المسامات زي اللي بنجيبه من بره بالظبط، والله كمان احلى. بصوا لما بنضغط عليه زي السفنجه بالظبط. تحفه. جربوه، مقاديره سهله وبسيطه من غير زبده ولا حليب ولا بيض، مش مكلف خالص، وان شاء الله ينجح معاكم من اول مره. كمان هسيب لكم اللينك بتاع الفينو لو حابين ان انتوا تشوفوه. طريقه سهله ومش مكلفه خالص والنتيجه تحفه. شايفين عامل ازاي؟ المدارس على الابواب، جربوه وانا متاكده ان شاء الله ان الوصفه هتعجبكم جدا جدا. لو انتوا عايزين تحتفظوا بيه بالفريزر بعد ما بيبرد بتحطيه في كيس وتخرجي منه الهواء وتقفليه كويس وتدخليه الفريزر، وقبل ما تستخدميه طلعيه وسيبيه فوق واشتغلي بيه عادي جدا. تعالوا بقى كده نفتح واحد تاني. بصوا انا عماله اقطع في الفينو ولا يهمكم. بصوا بقى من جوه عامل ازاي، ما شاء الله تحفه. ده كده كان الفيديو النهارده. اتمنى ان انتوا تجربوه وتقولوا رايكم فيه ايه. ولو بتشوفوا قناتي لاول مره يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو انا بنزله. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.